احنا ان شاء الله نفتح اكبر مجمع غذائي في القاهره، يعني ما اوعدك ان شاء انت الله. هتحضر اكبر مجمع غذائي هنا. ما شاء الله. احنا هنعمله ان شاء الله. احنا السوق هنا في الاكل والشرب متطلب جدا. عندنا انت عارف العدد البشري اللي موجود، ده سوق سوق كبير جدا. رهيب جدا. او الكلام ده احنا حاليا برضو، يعني انا اتفاجئت مثلا عندنا في المصنع او في غير، احنا ما بنبيعش المصري بس، يعني اه، احنا انت بتبيع بتصدر. دلوقتي الاربع خمس دول جنبك بياكلوا اه، ويشربوا من محتاجين، عندك. عندهم كم، محتاجين سلع. اه ف يعني احنا ماشيين اهو زي ما انت عارف في اه. طب استنى بس، عشان عايز اعرف حاجة عن، انت مشارك في لجنة تطوير النادي المصري صح كده في بورسعيد؟ نعم. ايه بقى الموضوع بقى؟ انت ليك في الكورة اصلا، ولا انت بتعملها خدمة لاهالي بورسعيد عموما، ولا إيه لا لا الفكرة جت ازاي؟ لا، احنا عندنا في بورسعيد احنا بنتولد بنشجع المصري. اه طبعا. ده عندنا جزء حاجة كده ايه كلام يعني. انا ممكن اقول لك ان انا كنت من المدرسة نروح للماتش. لو قلت للسواق انا فاكر يعني كنت لسه في البداية اقول له السواق، لو قلت له انا رايح اتفرج على المصري ما ياخدش مني فلوس. لا والله. اه والله يعني هو صغير اقول له خلاص، رايح اتفرج. مصر. انا فاكر مرة ركبت في الميكروباص، وكنت في ابتدائي ده يعني، فبقول لي الراجل فراجل قال لي قلت له يا عم تودينا الماتش ما تاخدش منها فلوس. مم. معناش فلوس اصلا، المدرسه طلع من المدرسه رايح ماتش. اه. قام واحد ادى لكل واحد فينا انا وزميلي كل واحد فينا جنيه ولا اداك فلوس كمان في كمان مال ايدك ايه وتدخل عشان رايح جوه الماتش. الماتش. لا احنا عندنا المصري شويه حاله في المدينه، فليه روح لا تتخيلها. آه طب لجنة التطوير شغلانتها ايه في دي؟ لجنه التطوير ديت انا انت عارف انا ساعات كده ايه في حاجه كده بيجي لك وانت لسه صاحي من النوم. اه عارفها. فالمهم انا صاحي، انا تربطني علاقه بكامل ابو علي طبعا. فتلاقيت النائب رئيس النادي مم. بيكلمني في التليفون، ازيك يا اسلام عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي احنا عايزينك الساعه 7، كان كامل عايز يقابلك يعني. فرحت. كامل جه. قلت له خلاص ماشي. فتلاقيت ببص في التليفون، تلاقيت حد تاني بيكلمني، ببص لقيته مين؟ مستر كامل. اه. ازيك يا اسلام عامل ايه؟ الحمد لله. قال لي انا عايزك معانا في تطوير النادي المصري. قلت له خلاص ان شاء الله انا هكون موجود على الميعاد. المهم طبعا كملت نومي مم. عادي. المهم الساعة 11 ونص ولا 12، المهم صحي على تليفون، ابص على الرسايل، الف مبروك لسه اجتماع الساعة كام؟ الساعة 7. 7. تاني نزلوا على النادي ان ايه تم تطوير النادي المصري وتم ومشاركة فلان. شركة فلان وفلان. فبص فرح. ادينا ايه، وانت عارف مستر كامل عملي. اه، بتاع بيزنس. فانت فراجل ايه، انت مش رايح تتكلم، تروح تنفذ. انت رايح في خطه في كذا مم. في كذا، واحنا عارفين يعني. الحمد لله انا يعني كان الراجل لمحت فيه حاجه يعني، هو الراجل جايب الناس لمرحله ما بعده مش مرحلته هو. هو بيعمل حاجة يعني هو عايز للي جاي. استثمارات للنادي، يبقى النادي معتمد على نفسه. حلو ده. كانت الفكره بتاعته احنا عندنا 2 3 مواقع موجودين عايزين نستغلهم كفكره استثمار. انا الحمد لله يعني طبعا قدمت، عملت نادي المصري الاجتماعي دوت. كان مكان عبارة عن حوالي 20,000 متر. مم. طورته بطريقة كده لو اتنفذت بيه يضمن عائدات للنادي، يعني اقدر اقول لك ما تقلش عن 200 مليون جنيه في السنة. ما شاء الله. آه ما عندنا كمان مشروعين تانيين او 3، فيبقى النادي عنده عائد كويس، لانك انت عارف النهارده الكورة بدأت ارقامها تغلى. طبعا الكورة يعني بقت صناعة، وصناعة غالية. بقت صناعة مكلفة مم. وما عادتش بتربح. يعني خد بالك المكاسب دي اغلبيتها رايحة للأندية اللي فوق، وكمان الأندية اللي فوق بتعاني. صح. فاحنا مفيش فلازم يبقى في مصادر دخل تانية. في اللي فيه مصادر دخل. فكان فكرة من إنشاء لجنة التطوير. طورنا المشروع الأولاني وعندنا بعض الحاجات، ومستر كامل يعني كان توجهه اطمحوا طلعوا الحاجة كويسة وملكوش دعوة بالباقي.